سلام، أنا عدي. رحمة الله على شهدائنا جميعا، ومنقول للأمن العام انتوا لينا وحقوا علينا. البقية بحياتكم يا سياج الدار، انتوا العزوة، انتوا الأهل، انتوا الفخر. الأسبوع الماضي واحد إرهابي هو خليته استغلوا حالة الإضراب أو الاعتصام اللي صايرة واستهدفوا نائب رئيس شرطة معان العقيد عبد الرزاق الدلبيح واغتالوه من بعيد قنص، لأنه هذا الإرهابي أولا جبان، ثانيا خاين وغدار. هذول شو بدهم؟ شو بهمهم؟ بهمهم إنه الأردن يصير فيه فوضى، وهي الفوضى هي البيئة اللي بيقدروا يطلعوا فيها من جحورهم. شفنا هالحكي بسوريا وشفناه بالعراق، ولما طلعوا من جحورهم شو صار؟ صارت دولة داعش اللي بنقطع فيها روس الناس، اللي عملوا فيها سوق نخاسة للنسوان، اللي صار فيها الهامل اللي مش قاري ورقتين قاضي. هاي هي الدولة اللي بدهم إياها. الفوضى هي الهدف، تدمير المجتمع وتكفيره هو الهدف. هذا الفكر الإقصائي التكفيري اللي بكفر الدولة واللي بيشتغلوا بالدولة والمجتمع الساكت على الدولة، بحطهم كلهم قالب واحد، واللي الطريق الوحيد للخلاص فيه هو إما قتل الكفرة كلهم أو الانضمام للجماعة. فلا طريق إلى الجنة إلا من خلالهم وبطريقتهم ومذهبهم. فيش إنك تكون مسلم لحالك، فيش تكون العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى خالصة. هاي ما بتزبط معهم. هاي المقدمة ضرورية عشان نبني عليها بقية الحلقة، لأنه بقية الحلقة مش عن داعش ولا عن الإرهابيين، بقية الحلقة عنا إحنا. عشان ما نرجع نعيد ونزيد موضوع الإضراب والاعتصامات والموازنة والمحروقات وحق الناس بالإضراب وغيره، حكينا عنه المرة الماضية بإسهاب للي حاب يعرف رأيي فيه. بس خلال الاعتصامات والإضراب والأحداث المؤسفة اللي صارت من تسكير شوارع وشغب، واللي بالمناسبة مش مسؤول عنها سواقين الشاحنات المضربين أصحاب القضية اللي تعربش عليها بعض الناس وحاولوا يجيروها إلهم. مين هم هذول؟ أولا الناس البسيطة اللي متضايقة من موضوع المحروقات والإضراب والكذب على السوشيال ميديا، أجج مشاعرهم وطلعوا من دون تقدير للعواقب وتصرفوا. هذول بدناش نشيطنهم مع انهم خالفوا القانون، بس بالقانون لازم يتحاسبوا. ثانيا المتسلقين اللي ما بيصدقوا على الله شغلة تصير الا بيركبوها، كان احزاب ولا شخصيات شعبوية بتحاول تركب اي موجة تعطي لحالها شوية شعبية على حساب الوطن والمواطن والناس. هذول بنعرفهم كثير كويس وحافظينهم، العبوا غيرها. وثالثا على كم هامل اللي قاعدين برا وكلنا بنعرفهم، شي هارب شيكات وشي سارق تبرعات وشي طالب لجوء، وهذول كل سلافتهم انهم بيعملوا مصاري على المشاهدات واللايكات، يعني فاتحين دكاكين وبترزقوا علينا. يعني مصائب قوم عند قوم فوائد، يعني لا همهم وطن ولا اقتصاد ولا ناس ولا مجتمع ولا ناويين يرجعوا من اساسه. وفي طبعا الدول اللي بتحاول تخلي الأردن ضعيف زي دولة الاحتلال، اللي أردن قوي بالنسبة لهم هو تهديد، لأنه الأردن القوي المتعاضد الموحد بوقف بوجه كل محاولاتهم التوسعية الاستيطانية، وبالنسبة لهم الأردن لازم يكون ضعيف، ما بدهم يا ينهار بس بدهم يا ضعيف. وفي إيران اللي برضو إلى أهداف توسعية شفناها بالعراق وبسوريا واللي عملوه هناك، وضايل الأردن شوك بحلقهم. وهذول سبحان الله بس صار عندنا شوية مشاكل طب ولا عشرات أو إذا مش مئات الحسابات صارت تهل علينا بسواليف ما أنزل الله بها من سلطان، ونظريات مؤامرة وتحليلات، ولا وفي منهم أساسا مش مخبي أصوله ومنزل تغريدات وبوستات عليها اعتراف إنه مصدرهم وأصولهم. كل هذول على شو معتمدين؟ معتمدين علينا، معتمدين على جهلنا أو جهل بعضنا، وهون مربط الفرس. إحنا شو سوينا بكل هالحكي؟ شو كانت ردة فعلنا؟ أو عشان الحلال والحرام شو ردة فعل بعضنا؟ تحليلات البعض على السوشيال ميديا شي بضحك شي بخوف. بيان الأمن العام عن اللي صار بمحاصرة وقبض على الخلية المسؤولة عن اغتيال الشهيد عبد الرزاق الدلبيح، إنه قوة بعد التحقيق اندلت على مخبأهم وحاصرته، وقام الإرهابيين بإطلاق النار واستشهد 3 نشامة وتصاوب 5 أشاوس. تم قتل الإرهابي المسؤول وانقبض على بقية أفراد الخلية الإرهابية 8. إحنا أو بعضنا، وخليني أركز على بعضنا، كيف حللنا؟ اسمعوا. أولا قال العملية ما كانتش مجهزة بشكل كويس وأسلحة شبابنا غير مناسبة، وهذا هو سبب الاستشهاد والإصابات بهذا العدد.
قلة العقل بهذا التحليل، إذا بدي أسميها قلة عقل مش إشي ثاني أكبر، القاسي والداني بيعرف إنه قواتنا الأمنية، العمليات الخاصة، قوات مكافحة الإرهاب عندنا مش بس مجهزة أحدث تجهيزات ومدربة على أعلى المستويات، لا، إحنا عندنا مركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة كازوتك، صار وجهة دولية لكل جيوش العالم يتدربوا عندنا، وعندنا كأس العالم للقوات الخاصة بصير كل سنة، وبالمناسبة تفوز فيه الأردن دايما. فهالحكي إنه قواتنا الخاصة رايحة على عملية اقتحام مقر إرهابي اكتشفوه بعد التحقيقات هو كلام في أقل تقدير ساذج إذا مش سخيف، إذا بدناش نوصفه بمدسوس وإله مقاصد خبيثة. وإنت يا فطحل يا المحلل العسكري للسي ان ان، إنت جنابك إذا بوقفك رقيب سير بتعرق وبتتلعثم، بتحلل قواتنا الخاصة شو بتساوي؟ قواتنا الخاصة وأمننا وجيشنا اللي لا ربيع عربي ولا داعش ولا إيران ولا تجار مخدرات ولا قرود السود قادر عليهم، بفضل إيمان الجيش العربي المصطفوي بالله والوطن وبثبات عقيدتهم وإيمانهم، وحضرتك أنت مش عاجبك أدائهم. نوع ثاني بفوت بتحليلات أكبر وأشد تعقيدا، إنه شهدائنا كانوا أصحاب للأمير حمزة والدولة قاعدة بتتخلص منهم واحد واحد، والصورة اللي حطوها فيها شباب ما استشهدوا من أساسه، وهم معتمدين إنكم تصدقوا من غير ما تطلعوا على الصورة أو اللي فيها. وثانيين بيقولوا لك إنه الإرهابي هذا لا إرهابي ولا شيء، وإنه دولتنا راحت قتلت هيك شباب، ولا شو شباب عشاير من أعمدة البلد، وقال شو عشان تشيطن الاعتصام وتفضوا. ولك انت او هي لو بتفهموا بالاردن اساسا وبعشايره وبمجتمعه وبتركيبته بتستحوا اصلا تحكوا هيك حكي. هاي اصلا ما بدي اعلق عليها ولا بدي اشرح شيء، اذا انت وهي مصدقين هيك سالفة حرام فيكوا الشرح. احنا شو بدنا؟ شو الهدف لما تنشر اشاعة او تصدق شيء ما بتصدق وتنشره؟ شو اللي بدنا اياه بالضبط؟ هو لازم تسأل حالك هذا السؤال كل مرة بتقرأ شغلة أو بتصدقها أو بتنشرها. أنا شو بدي؟ بدي أردن أحسن، عظيم، كلنا بدنا أردن أحسن، كلنا بدنا إدارة أحسن واستثمار أحسن وعيشة أحسن ورواتب أحسن وأسعار أقل، عظيم. كيف بتشييرك لهيك بوست أو تغريدة أو كذبة بقربك من هذا الأردن الأحسن اللي بدك إياه؟ ضروري تسأل حالك هالسؤال كل مرة. بدك أردن أقوى، بدك أردن متطور، بدك أردن آمن، بدك أردن غني، بدك أردن. إذا بتفوت مضافة بالأردن أو حتى قهوة بتسمع للناس تقريبا كلياتنا روس وكلياتنا أبطال. طيب يا بطل، أنت بتعرف لما بتصدق كذب الولد الصغير ما بصدقها وبتشيرها وبتدافع عنها إنك بتبطل بطل وبتصير شخص تابع، وتابع يعني مش بطل ولا قد حالك وبتمرق عليك. تخيلوا معي، شفنا كم شغلة وفيديوهات وعلقنا عليهم. الأول زيارة وزير الداخلية لقطر لحضور النهائي، وزعلنا وعلقنا ولا واحد انتبه لهاي بالضبط الفيديو بالأردن. والثانية خبر نشروه إنه الحكومة بدها تفرض ضريبة على الملابس الداخلية، مئات التعليقات المستهزئة واللي بتقول ما ظل غير هذول، والخبر كله كذب وما في منه. شو رأيك اليوم بعد ما علقت واكتشفت انه كذب؟ راح تفكر المرة الجاي؟ لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، ولا ايمانك عقدك؟ اتقوا الله فينا، اقولكم بس اتقوا الله والباقي عندكم.